السلام عليكم. لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم حل مسمن رائع في الفران. انتم تابعوا القرمشه اللي فيه ومرق من الداخل، سريع التحضير وسهل في نفس الوقت، على جوج طرق: المربع والشكل الثاني مطوي على شكل البريوات. تبعوا معايا الطريقه، غنعطيكم التفاصيل من الاول حتى الاخر. المهم بديت دابا بالعجين. هو الاول درت 4 زلايف ديال الفورس بهذيك الزلافه الصغيره اللي عبرت بها، درت مع 2 معالق ديال الفينو، خلطتهم. غنزيد عليها 2 معالق كبار ديال الزيت، ومعلقه صغيره كبيره معلقه كبيره ديال الخل، معلقه صغيره ديال الملح حسب الذوق. صافي تنعجن العجينه بالماء بارد من الروبيني. صافي تتعجن العجينه وكتدلك مزيان، ندلكها مزيان تنعجنها. تنخلطها وندلكها صافي، تندلكها مزيان وتنديرها في البلاستيكه وتنخليها تسرح. ترجع الحشوه ديالي هادو البصله الخضاريه، دوك الروس ديولها نصبت بيهم، وهذاك الخضر الربيع ديالها من الوحوش كنستغلو. ها هو دابا هو باش غنصاوبو بهاد الحشوه اللي غادي ندير المسمن. درت دابا قطعت البصله وديك الربيع ديال البصله الخضاريه. عندي جزره و2 كريعات صغار، عندي 100 غرام ديال الكفته ديال اللحم، وعندي فلفله حمراء وفلفله خضراء وشويه ديال زيت العود. انا درتهم قطعتهم في الهشوار، كل وحده بوحدها، خيز بوحدو، القريعه بوحدها، الفلفله هي والفلفله حمراء وخضراء خلطتهم بوحدهم، والبصله قطعتها، وديك الكفته خلطتهم درتهم فوق في المقله يطيبوا. حركتهم، العافيه كتكون مجهده شويه باش تنشف الخضره ما تطلقش الماء. خلطتهم مزيان. زدت العطريه، البزار، الخرقوم، سكينجبير، سيدنا موسى، الملحه والثومه بودره. خلطتهم مزيان مع العطريه مع الخضره والكفته تطابوا. زدت القزبر والمعدنوس والتحميره صافي، وحيدتهم من فوق العافيه. خلطتهم مزيان وحيدتهم فوق العافيه. صافي قسمت ديك العجين ديالي، رجعت العجين قسمتها على 4 درتها 4 الكويرات وما بانتش ليا هنا في التصوير. صافي درتهم قطعتهم ودرتهم كويرات. صافي بديت كنقرص مزيان، تندهن سطح العمل بالزيت. تندهن بالزيت من سطح العمل، وكندهن بالزبده الفوق. تندهنها تنقرصها مزيان، خاصها العجينه تبقى تطيع شويه. كنخليوها تسرح، تنديرها في بلاستيكه وتنوجدوا الحشو على خاطرنا. تنزيد تندهن بالزبده دايبه، اي زبده عندنا، زبده ديال العلبه ولا زبده ديال التوريق ولا اللي كان عندنا. انا دايره هنا الزبده ديال العلبه. كنطويها مسمنه عاديه وكنحطها تسرح. تنحطها جانبا. كنقرص وحده اخرى عاوتاني.
الثانية تنقرصها حتى هي مزيان كما تتقرص العجينة مزيان كما كيجي المسمن ممرق. تنقرصها مزيان ندهن بالزيت يكون نقرص ندهن بالزيت. حتى الا دهنت بالزبده راه غادي تولي تلصق ليا العجينه على السطح. التوراق ضروري تكون العجينه رقيقه. دهنت بالزبده وغندير وحده في وحده مسمنه في قلب مسمنه هكا باش كتساعد على باش يجي المسمن ممرق. نديروه في الفران. هاد الطريقه راه رائعه لكاع المسمن اي حاجه بينا نصاوبوها في الفران. هاد الطريقه راه رائعه صدقوني، راه انا هي المعتمده عندي، الاغلبيه هذه المعتمده عندي. عاوتاني هذيك صافي بقات بوحدها. دابا قرصت الثالثه، القرصه الثالثه ها هي حتى هي سرحتها مزيان غنطويها حتى هي بحال المسمنه كما درت الاولى ها هي غنحطها جانبا وغنقرص الاخرى حتى هي الرابعه. كنقرصها وتندهن بالزبده، تندهن بالزبده كما تنعطيو الزبده حتى يكون زوين كيجي فيه الزبده كثيره. هاني درتها في وحده، درتها حتى هي في قلب وحده بحال كيما درت دوك الاولات، وحده في وحده. صافي دابا غيوليو عندي جوج مسمنات كبارات. صافي تندهن بالزبده. صافي تنحطها وكنرجع لديك الاولى اللي درت. دابا عندي جوج مسمنات هما اللي عندي بحال 4 الكويرات عطاوني جوج مسمنات كبار كل وحده في وحده. دابا تنسرحها مزيان باش نبغي نصاوبها دابا. قطعته بالجراره ديال البيتزا، درتو شرائح. هو شوف هاد الطريقه هادي راه زوينه هي في المسمن كتغيير. نغيروا الاشكال ديال اللي كنديروا في المسمن وكان راه تيجي ممرق وغزال. هو شوفوا الطيه كيفاش غنطويها بحال الطي ديال البريوه. شوف شتي هي تبع معايا هاد الطريقه راه زوينه. شتي ما تشدلش في التصوير الاخر كتبقاي تطوي وانت حاضيه دوك القنيتات. صافي تتكمليها وكطويها عليها كديرها تحت وصافي ما كاين ما تلصقيها ما والو. كتقاديها من دوك الطراف تيجي مثلث كبير. شوف تبعوا معايا هي عاوتاني هنا الثانيه بهذه الطريقه الطي ديال البريوات. كتبقاي تقادي بيدك الا لقيتي شي حشوه خارجه ولا من دوك القنيتات ديال المثلث يتقادوا مزيان باش يجي المنظر زوين في المسمنه. صافي شي كطوي تحت هذاك شويه كطوي وتتقادين بيدك وصافي. هي ثاني هي الطريقه الاخرى المسمنه الاخرى. هي شوفي كتقادي بيدك حيت العجينه رطبه ماشي بحال ديال الورقه ديال البسطيله باش يسهل عليك الطيه. العجينه راه رطبه. هي دي باش تشوفوها مزيان
سرحتها صافي. شتي داك الطريف اللي تيبقى كتنيه عليها وصافي. هي عاوتاني الاخرى هي كتمشي حتى بيدك، حيت هذا داك القنت الاخر ديال المسمنه كيبقى مديفورمي من الجناب، ولكن تتقادي بيدك. ها هو شي، ها هو تقاد ولا مثلث حتى هو بحالو بحال الاخرين. ها هو صافي. دابا المسمنه الاخرى، طيب باش ندير لكم الشكل الاخر ديال المسمن. قلنا في الاول راه جوج الاشكال، داك المثلث على الطي ديال البريوات وهذا المربع. ها هو كان عندي شويه الموتزاريلا حكيتو على ديك الحشوه اللي بقات، نفس الحشوه هذيك ما فيهاش الموتزاريلا، وهذه حكيت فيها الموتزاريلا. اي فرماج كان عندنا ماشي بالشرط، واخا غير داك المثلث ولا شرائح ولا الفرماج الحمر ولا كيري اللي كان. هي عاوتاني قطعت هذه مربعات، هي بنفس القطاعه قطعتها مربعات. هيا كنت نكملهم كاملين. هذه الطريقه تخليك تسربي. الا كنتي قطعتي كلشي دقه واحده ودرتي الحشوه لكل دقه واحده تتخليك تسربي. هاي ديك ما حيت كانت في الطرف ما غتبانش قطعتها من التصوير. هاي دابا هادي غنوريكم كيفاش. هي كنطويها بحال الصريره ولا بحال الظرف ديال الرساله، وكنسدها بالزيتونه ولا باللوزه ولا اللي كان، ولا واخا عا الكيردون. الا كان عندنا عا الكيردون، الا ما كانش عندنا اللوز نديرو عا كيردون تيطيب طيب ونحيدو منه. نعم. والزيتونه كيجي المنظر زوين. نديرها ساهله هذه الطريقه. ونضغطوا على الزيتون مزيان باش ملي العجينه تنفخ ما يتحيدش الزيتون. صافي ساليت. صافي شديت واحد الصفار ديال البيضه، زدت عليه ديك الزبده اللي شاطت ليا من التوراق، زدت عليه شويه الصوصوجه، قطيره ديال الخل، حركتها باش ندهن المسمن ديالي. هاي دهنتو، درت ليه الشيته، دهنتو. ملي تدهن زينتو بالجلان وزريعه الكتان صافي، ودخلته للفران حتى طاب. وتراقبوا مره جربوا هاد الطريقه، راه غزاله ما نقول لكمش كي داير.